السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اتحاد الكوره بعد 3 ايام من حرقه الدم والناس قاعده تاكل في بعضها والدنيا قايمه وقاعده، فكر يطلع لنا بيان كده اقل ما يقال عنه ان هو فاشل زي فشلهم بالظبط. تعالوا كده نشوف البيان فيه ايه ونعلق عليه مع بعض. بيقول لك: يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بالاعتذار إلى جماهير المصرية العظيمة على ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة بدولة كوت ديفوار، وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. ده على أساس إن هم عندهم أهداف، والله أنتم ما عندكم أي أهداف خالص. الذي قام بالدور المنوط به. اتحاد الكورة قام بالدور المنوط به. والله أنا ما شفتش أي أدوار غير إهدار المال العام، غير الفشل في إدارة أي أزمة، تصدير الأزمات يعني للدنيا كلها من قلب البطولة. هو ده اللي احنا شفناه، لا فنيات ولا إداريات ولا أي حاجة خالص. فشل في كل شيء، صفر في كل شيء. هو ده الدور تقريبا، انتوا كنتوا واخدين الدور ده هو الدور المنوط بيكم، يعني ان انتوا تحققوا التارجت صفر. وأهداف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة. انتوا ما وفرتوش حاجة، الدولة هي اللي موفرة. انتوا فشلتوا في إدارة ما وفرته لكم الدولة. وأضاف البيان: كما يتقدم المجلس بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ممثلا عن الدولة والقيادة السياسية المصرية لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى لوضع خطة للنهوض بالمنتخبات الوطنية منذ قدوم المجلس الحالي. أقسم بالله ده كلام إنشا، والله العظيم كلام إنشا. نهوض بإيه؟ نهوض بإيه؟ ده انتوا دمرتوا الكرة المصرية، انتوا دمرتوا المنتخبات الوطنية. اختياراتكم غلط وإدارتكم غلط، انتوا فشلة. وأتم وإذ يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه جزء من نسيج الشعب المصري ويشعر بما تشعر به الجماهير المصرية. والله العظيم انتوا فعلا يعني انتوا تنفعوا ممثلين كوميديين، وضحكتونا في البيان ده. انتوا نسيج من الشعب المصري. انتوا بتشعروا بما يشعر به الجماهير المصرية. اقسم بالله ابدا. انتوا الخمسة ستة اللي احنا مش منهم. فاكرين اغنية وائل جسار اللي كانت بتقول البيت وناسه والخمسة ستة اللي احنا منهم؟ الاغنية اللي فيها معاني جميلة دي، فاكرينها؟ انتوا بقى بوظتوا حتى الحتة دي. انتوا الخمسة ستة اللي احنا مش منهم، اللي قاعدين تلفوا من الاتحاد للاعلام للاندية. اللي يفشل هنا يروح هنا، اللي يفشل من هنا يروح هنا، اللي يفشل من الاعلام يروح للاتحاد، والاتحاد يروح للاعلام، والاعلام يروح للانديه، والانديه تروح للاعلام، والاعلام يروح للاتحاد. دايره قاعدين بتاكلوا في التورته كده ماشي، وتبوظوا في الكره المصريه، ولا ليكوا اي علاقه بالجماهير المصريه نهائي. فان المجلس بصدد عقد اجتماع يوم الاحد المقبل 4/2، بعد اسبوع من الخساره المذله المهينه الغير مشرفه. بعد اسبوع تمام. لدراسة التقارير، شوف الحتة المضحكة دي جدا، لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية. يا جماعة انتوا بتشتغلونا. دراسة تقارير ايه؟ تقارير ايه؟ تقارير فنية؟ ما كانش عندكم فنيات، ما شفناش احنا فنيات في البطولة دي. تقارير ايه؟ ده انتوا داخل فيكم 7 أهداف وحاطين 7، انتوا طالعين 0، الفرق 0، وطلعتوا وخرجتوا خروج غير مشرف، غير مشرف. ماشي. وبعدين بقول لك التقارير الطبيه، طبيه ايه؟ تقارير ايه الطبيه؟ ده انتوا اللي اتصاب عندكم سفرتوه. محمد صلاح اتصاب راح ليفربول، الشناوي اتصاب سافر المانيا. تقارير فنيه ايه؟ والتقارير الاداريه، الاداريه اللي ما قدرتش تحتوي ازمه داخل المعسكر، الاداريه اللي ما قدرتش تحتوي ازمه
مع اكبر لعيب عندها، ايا كان محمد صلاح غلطان مش غلطان، انا معاه ضده. هم ما عرفوش يحتووا ده، هم ما عرفوش يتعاملوا مع ده، ما عرفوش يتعاملوا مع 106 مليون مصري، ما قدروش يتعاملوا مع الرأي العام، ما قدروش يتعاملوا مع الجمهور، ما قدروش يتعاملوا حتى مع نادي ليفربول ولا مع محمد صلاح، ما قدروش يتعاملوا مع حد. يبقى اداريه ايه؟ تقارير اداريه ايه؟ هتطلعوا تقارير اداريه منين؟ ما احنا كان كل حاجه على عينك كتاجر، شايفين كل حاجه، فشل فني وفشل طبي وفشل اداري. تقارير ايه اللي انتم مستنيينها؟ انشا اقسم بالله. وتقرير رئيس البعثه والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبه. والله القرارات المناسبه ان انتوا تمشوا وتورونا عرض كتافكم، وانا عارف ان ده مش هيحصل يعني، ولو مشيتوا هيجي اللي افشل منكم، عشان انتوا هتروحوا للاعلام وتجيبوا لنا ناس من الاعلام افشل منكم يمسكوا الاتحاد، وهنفضل في الدايره دي مش هتتغير. ما علينا. ولن يدخر الاتحاد اي جهد او فكر والله العظيم يعني. جهد وفكر ايه؟ جهد وفكر ايه؟ انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ الكلام ده جايبينه منين؟ مين اللي من براكوا كاتب لكم الحاجات دي؟ اكيد ده مش انتوا خالص يعني، مليون في المية ده مش انتوا. ولن يدخر الاتحاد اي جهد او فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة. ده الجماعة قاعدين معانا ومطولين. خلص كده البيان بتاعهم. الجماعة قاعدين معانا ومطولين ما شاء الله. المبكيات المضحكات. هذا هو المبكي المضحك. والله العظيم ده بيان اقسم بالله انشا فاشل، يدل على فشلهم، وتأخيره يدل على فشلهم، وتأخير الاجتماع اللي هم عايزين يجتمعوا فيه ده يدل على فشلهم. الناس دي مش عارفة اصلا هي فين ولا بتعمل ايه ولا اي حاجة. هم في البتنجان، في الكنافة زي ما بيقولوا. الجماعة دول في الكنافة. وانا بقول للاسف يعني هم مش هيمشوا خالص، ولو مشوا هيجيبوا لنا اللي افشل منهم، فيفضلوا زي ما هم. يرتبوا افكارهم شويه، يشتغلوا، يحاولوا فعلا بجد يبذلوا جهد، ويحاولوا فعلا بجد يفكروا فعلا، ويحاولوا فعلا بجد يعملوا المنتخبات الوطنيه اللي هم عاملين بيتغنوا بيها ويقولوا شعارات ومش عارف ايه. الدوله موفرتكم كل حاجه اتوفرت. اشتغل انت بقى يا عم، اشتغل، حط بقى خبرتك يا عم واشتغل. اتعب نفسك شويه يا جدع، في 100 مليون مسؤولين منك يا عم، فرحتهم وزعلهم وحزنهم كله متوقف عليك انت، متوقف على قراراتك، متوقف على تصرفاتك، ومتوقف على ادارتك للازمات وادارتك للكوره نفسها. كل ده متوقف عليك. الناس دي كلها اذا كانت سعاده او حزن فده كله في رقبتك انت المسؤول. انت المفروض توفر لهم الحاجات دي بالامكانيات اللي تحت رجلك. شوف، احنا دولة بنعاني، يعني الدنيا عندنا مش افضل حاجة. والقيادة السياسية نفسها قالت لك يعني احنا الظروف وعايزين نمشي ونتحمل ونمشي على قدنا. طيب احنا نمشي على قدنا وانتوا متوفر لكم كل حاجة، وكمان مش عارف تظبط، مش عارف تدير. لا يا عم خلاص بقى، كفاية اهدار مال عام لحد كده. لان انت بتهدر مال عام، يا ريتك بتهدر مال عام بس بتفرحنا، بتشرفنا، بتدينا يعني ساعة فرح كده ولا سعادة بنعيشها معاك لما بتكسب. مفيش اي انجاز انت عملته. يبقى لا، ارجع بقى للمدرب الوطني، شوف لك مدير وطني، وبعيدا عن المحسوبيات وبعيدا عن الصداقات واصل ده صاحب ده وده زعلان من ده ومش عارف ايه، الكلام ده كله يا جدعان اطلعوا منه. انا عارف ان انا بنفخ في قربة مخرومة، انا متأكد يعني ان انتوا كلكم شلة واحدة، ومفيش حد هيدخل ما بينكم، ومفيش حد هيطلع من براكم. بص انتوا يعني ربنا يا رب يرحمنا منكم. اعملوا مرة لله وللناس وللدولة، لمصر، اعملوا مرة لمصر. حرام عليكم. هاتوا مدير فني محترم. وانا من وجهة نظري انا قلت رأيي كابتن حسام حسن هو اصلح واحد للفترة دي، ياخد فرصته ونشوف. الناس كلها بتطالب بيه، نشوف. اتفضل، قدم يكمل، ما قدمش
خلاص مش هيعمل يعني اوحش من اللي اتعمل. خلاص يعني بيتهيألي اللي اتعمل مع فيتوريا مش هيحصل اسوأ منه يعني. انا اعتقد كده مش هيحصل اسوأ من اللي شفناه مع فيتوريا. وروي فيتوريا ده والله ان كمل في قيادة المنتخب هتبقى يعني مصيبة كبيرة للكرة المصرية بزيادة. وانتوا وقتها انتوا اللي هتحملوا وتحملوا غضب الناس وغضب الجماهير ولومهم وعتابهم ونقدهم اللاذع، مش النقد النقد اللاذع. تحملوا بقى، تحملوا انتوا مسؤولياتكم بقى. روي فيتوريا لازم ما يكملش، يمشي. وانتوا مش هتمشوا، انا بقول يا عم ما تمشوش، خليكوا قاعدين. يعني بص، هنعصر على نفسنا ليمونه وهنتحملكم. بس هاتوا لنا مدرب وطني يكون زي الناس. يا عم انت راح تدفع لي 15 مليون للمدير الاجنبي، 15 مليون في الشهر، 15 مليون جنيه في الشهر الواحد، واحنا مش لاقيين ناكل. احنا مش لاقيين ناكل. الدوله بتبني في نفسها، مش لاقيين ناكل، وراح تجيب لي واحد ب 15 مليون؟ ما تجيب يا عم اللي عندك يا عم، اديله يا عم ربع ولا تلت اللي هياخده الاجنبي، ويشتغل يا جدع، يحس بينا ويحس بالناس. ارحمونا بقى، ارحمونا، وبطلوا فكره الشلاليه اللي انتوا عايشين فيها دي. ارحمونا ارحمونا ارحمونا. الواحد مش قاعد عارف يتكلم ولا يقول ايه بصراحه. ف سلام.